الفيديو ده انا بخاطب فيه كل ام وكل اب وكل عروسه فاهمه وهي بتشتري جهازها. اوعي تجيبي الومنيوم ولا ستانلس ولا جرانيت ولا تيفال ولا تيتانيوم كمان. طبعا انا اقصد بالكلام ده شغل اللي هو الباكج اللي بنلاقيه على صفح السوشيال ميديا او غيرها. بنلاقي خامات وحاجات رديئه جدا ويديهم لكم كباكج كده على بعضه بسعر رخيص جدا. الحاجات دي مضره جدا يا جماعه. يعني الالومنيوم عشان تشتروها لازم تبقى الومنيوم خام 100%، الومنيوم بيور، والومنيوم تبقى صحيه 100%. لان الالومنيوم فيه ممكن نلاقي طقم ب 4000 وحاجه ونلاقي زيه ممكن بربع الثمن، ده ممكن ما يتجاوزش ال 1000 جنيه. ده لانه بيبقى مش الومنيوم خام ويبقى عليه اضافات ثانيه خطيره جدا. هو بس بيرضيك انه بيديكي طقم وانت يا عيني عشان خاطر مش فاهمه فبتفكري ان ده كده كويس ولقطه فبتروحي تشتريه. ونفس الكلام في الاستانلس. اوعي تجيب استانلس ما يكونش 18 على 10، ده لان الاستانلس اللي مش 18 على 10 ما بيبقاش صحي. الاستانلس درجات، كل حاجه في الاستانلس معموله لحاجه. يعني ما ينفعش نروح نجيب استانلس ما يبقاش 18 على 10 او جودته 304 ونستخدمه استخدام ادمي او نعمل فيه الاكل اللي احنا بناكله. الاستانلس من احسن الحاجات واكتر الحاجات صحيه، بس لو اشتريناه صح ومن مكان مضمون. ونفس الكلام في الجرانيت. الجرانيت اوقات كتير جدا ما بيبقاش جرانيت اصلا، ده بيبقى الومنيوم كمان مش بيور، يعني الومنيوم من المغشوش وبيديله طبقه دهان خارجيه وتلاقي الطقم كله بسعر رمزي او سعر رخيص جدا. ففي ناس بترضى بالموضوع وتقول لك انا هروح اشتري باكج عروسه كامل من على السوشيال ميديا او من على النت وكله لا يتجاوز ال 2000 3. طبعا ده غلط. انت ممكن لو وصل بيك الحال هاتي حله واحده، افضل ما تجيبي ده كله، بس حله تكون صحيه. واختاري كمان المكان اللي هتجيبي منه. مش شرط المكان ده يبقى عند رؤوف او عند غيره او عند غيره. الفكره ان هو يبقى مكان مضمون. حتى لو هتجيبي حاجه غاليه شويه ممكن ما تكتريش، بس تجيبي حاجه مضمونه وتكون حاجه صحيه. لان الحاجات ديت بيبان الاثر بتاعها على المدى البعيد. يكفينا الشر لو رحت المستشفيات هتلاقوا بلاوي. الناس دي مش بتاكل في الحاجه ديت وتعيا تاني يوم، ده بتعيا على المدى البعيد. طبعا ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل الناس من اي شر واي سوء، بس احنا بنوعي وبننصح على قد ما بنقدر. لكن ان انتوا تجيبوا منين دي بتاعتكم، المهم مكان مضمون. وده طبعا بنقوله لان رؤوف اسم معروف. سلام.